بتاعته العجله نامت وباظت وهو عايز فرد الكاوتش وسبنا ومشي راح الوهاب، راح قعد في المحل بتاعه وسبني انا متليت في الشقه. اعمل له ايه انا دلوقتي؟ ومانيش عارف اجيبه منين الفقر دي. العجله بتاعته دلوقتي باظت وعايزينه يجي يجيب عجله. خليه بقى براحته على ما يجي، كنا انا نمت لي شويه وبراحتي بقى. ويجي ما يجيش ما يجيش، انا خليه بايت للصبح هنا لوحده. اعمل له ايه بقى؟ وايد فقران. وايه ده؟ سكت يا عم، انا ايه اللي حصل ده؟ العقل بتاعك من ساعتها وانت سايب العقل نايم. انت سايب ايه في العربيه؟ انا هليت الفرده بتاعك اللي كان نايم ولقيته بايظ مش نافع. احنا ايه عايزين اللي لقيته بايظ؟ احنا عايزين نجيب فرده كاوتش جديد. بكام البتاع دي الفرده دي؟ الفرده دي مش غاليه، يعني تعمل له حوالي 6 7000 جنيه. 6 7000 جنيه ومش غاليه؟ اهم حاجه ما تسرقش مني علشان ما تبقاش مصيب. اشيلك فين دلوقتي؟ ما فيش حاجه اشيلك عليه غير ان انا هدفك في المصرف على ما تفوق مني. ما انت مش انت اللي بتحط مسامير على الطريق؟ لا المره دي بقى مساميري هي اللي ما عملتش حاجه، المره دي فرقع كله يا شيخ. فين المسمار اللي طالع من الفرده دي؟ انا رميته علشان ما تشوفوش، عشان ما تقولش من الله انا رميته. لا يعني أنا افهم من كده ان المسمار ده مش من اللي انت رميه؟ لا انت بتدور على ايه؟ مفيش مسامير من بتوع انا رميت كله على الطريق يا راجل. انا عارف المسامير بتاعتك اللي انت بترميها ولازم اطلع المسمار ده. لا دور براحتك بقى. فين المسمار ده؟ وانت يعني لازم المسمار تعمل بيه ايه؟ واحنا هناكل عيالنا؟ انت عمال ترمي لنا مسامير على الطريق وعشان نجي لك وتوقف حالنا بالطريقه دي. لا معلش علشان يشتغلوا. يعني عشان تشتغل يوم شد زي ده يا عم اقف على الطريق والعيال اللي في الدار دول يقلدوك ولا ايه؟ على دماغ ابونا يعني. معلش المره دي ما تبقاش تمشي من على الطريق دي. يعني اطير اعمل لها جناح لا اطير عشان ما عنديش تانية بديل، بلاش الطريق ده علشان انا مليء كله مسامير. انت يا اخي مشكله والله. معلش المره دي اعذرني. انت بتلم المسامير دي تحطها فين؟ معلش هيقعد يلف كتير مش هيلاقي مسامير. معاكم هو فقر. انا قلت له رميت المسمار وهو مش سامع كلامي. انا عايز اعرف انت قلت لي قبل كده ان انت بترمي كيلو المسامير بيجي لك تاني. انا عايز المسامير اللي دخلت الفرده بتاعتي فين؟ ما هو انا زي ما قلت لك شلت المسمار ورميته على طول علشان انت ما تشوفوش. خليك واعي. انا لو وريتك المسمار انت هتمسك فيه وهتقول لي العجله بتاعي نامت وهتعملها على حسابك، لكن انا الحمد لله رميت المسمار قبل ما تاخد بالك، علشان كده انت لازم تحاسب على العجله. طب ادفع كام يعني في العجله دي؟ ما انا هنجيب له عجله جديده بقى. خلاص الشمبر بتاعه باظ وانت مشيت عليه نايم بوظ البرد. دور براحتك. والله يا ابني انا ما اعرف العجله. والحل دلوقتي؟ الحل ان احنا نجيب واحد جديد. طب الكوريك ده بتاعك ده بايظ اصلا، العربيه شوف عامله ازاي، في ايه؟ الكوريك ما هو شغال اهو يا راجل ورافعها. وانت كل هي حاجه كده مرفوعه؟ ها؟ اولع فيها يعني ولا ايه بالظبط؟ مش عارف الكرسي كله. طب والحل دلوقتي؟ الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان احنا نطلع العربيه اللي واقف ده عشان التوك توك ده هيخش الدكان بتاعي. اهو توك توك وصل كمان اهوت يا عم، زمانه دخل في مصابيح. يا ولدي